رابطة الأندية المحترفة طلعت بيان قوي وحازم ومسيطر، وقالت إنها لن تتهاون في إصدار القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل، ولن تتزحزح ولن تتنحنح. وأعلنوا إن هم أحالوا أحمد فهيم وأبو النصر حسن عضو مجلس إدارة ورئيس نادي الإسماعيلي للجنة الانضباط، وإن رابطة الأندية ستصدر عقوبات الجولة في خلال 48 ساعة. بصراحة قوة وحزم وسيطرة غير معهودة. عروق الرابطة اللي نفرت امبارح دي تخلي الواحد يفكر، هو الاعتداء اللي حصل امبارح من عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على نادر قمر الدولة حكم المباراة مش بيفكرنا بحاجة؟ أيوة، بالظبط كده، هو نفس الاعتداء بتاع جوزيه جوميز على عاطف حسين. وساعتها الرابطة عملت من بنها، ولا شفنا عروق نفرت ولا أي حاجة حصلت، غير إن هم وقفوا عاطف حسين اللي اتضرب واللي ما بيحكمش أي مباريات لغاية دلوقتي. وجوزيه جوميز ما تعاقبش غير بعد 6 شهور، أو بمعنى أصح فضلوا مستنيين لغاية لما مشي من مصر، وبعدين أعلنوا عقوبته بكل حسم وحزم. كنا حابين بس نستفسر من رابطة الأندية المحترفة ولجنة المسابقات بقيادة طه عزت الزملكاوي بس محترم، ونحب نعرف، هل الاختلاف في القرارات والمواقف بين الزمالك والإسماعيلي ليه علاقة بتريقة الإسماعيلاوية على الزمالك بسبب صفقة بن شرقي، ولا هو بس مجرد أسد على الإسماعيلي وحمل على الزمالك؟ وتبقى السؤال الأهم للجنة الانضباط، كهربا رجالة مش بيلعب في الإسماعيلي، فيا ترى هتتحركوا ولا برضه هنحط العقوبة في الدرج، ولا هنسربها لأحمد موسى، ولا هنعمل ايه بالظبط؟ عموما رسالتي لجمهور الإسماعيلي، جمهور الزمالك بيشتم ما بيتوقفش، جمهور الإسماعيلي بيشتم بيتوقف. جوزيه جوميز اعتدى على الحكم ما توقفش، فهيم اعتدى على الحكم هيتوقف وهيقام عليه الحد. الزمالك مديون لأمة لا إله إلا الله وما بيتوقفش قيده، الإسماعيلي موقوف قيده محليا ودوليا. الزمالك الوزير كل شوية بيدبر له 100 ولا 250 مليون يظبط أموره ويمشي حاله، الإسماعيلي محدش اداله ربع جنيه يفك بيهم زنقة. رسالتي للإسماعيلي، أنت محدش بيعمل لك حساب، ومع ذلك الزمالك هم ولاد العم، والأهلي ليه مش بيلعب في الإسماعيلية؟ بصراحة انتوا مش صعبانين عليا وانا مش متعاطف معاكم، لانكم حتى ما تعرفوش الفرق بين اللي بيلبسكم في الحيط زي صفقة ابراهيم حسن كده، واللي بيقف جنبكم ويساعدكم زي صفقة عمر الساعي. من الاخر كده تستاهلوا، ويلا البسوا عشان خارجين، ناس ما عندهاش دم.